جيتكم مطمنه الله الله وبمقادير مضبوطه، نخليها لكم تحت الفيديو. هذاك هو وقتها اللي عندهم خاوتهم ولا ولاتهم يعقبوا البكالوريا ان شاء الله كانوا ربي ينجحهم وديروا لهم هاد الطمينه. المهم لقيت الغرس تاعي وحطيته ومن بعد حمرت الدق تاعي هذاك في مقله وزدت لهذاك. السر الاول تاع الطمينه تاعي هو الزبده تاعي، دزت لها مورفه كبيره سمن كي ذوبتها معاها. السر الثاني هو 2 مغارف الطحينه، واللي ما يعرفهاش هي عباره عن دجاجه منحي تقدروا تخدموها في الدار ولا تشريوها واجده في علب، ورشه ملح. انا خلطتهم مع بعضهم، وكيما عمركم كيعود الدقيق هذاك سخون راه يدكم حتحركهم، ما لا نقول لكم واش ديروا. حطوها في البيتران تخلط خلطه شويه هذاك وتنحى تولي مش سخونه بزاف، وتخلط بين هذاك الغرس تاعكم مع الدقيق. هكا تقدروا تكملوا تخلطوها بيدكم مليح وتفتحوها. وانا حنمد لكم شكل جديد من ابداعاتي. تفتحوا الطمينه تاعكم شويه رقيقه وتقطعوهم دوائر، تقسموا الدائره تاعكم على النص وتلصقوهم كيما راكم تشوفوا. شكلتها بورده بخمس انصاص دوائر، ولا سيمبلي ديروا هذا الشكل التقليدي القديم تاعنا معينات. بس هذا الشكل ننصحكم به بزاف، هايل خاصه في الاعراس. جربوها وابعثوا لي نشوف، وما تنساوش ديروا لي جيم.